يا بنتي مالك؟ انا كل ما ادخل عليكي الاقيكي محتاسه كده. في ايه بس؟ اه، الحقيني. جوزي طالب مسقعه وباللحمه المفرومه. انت عارفه اللحمه المفرومه بكام النهارده؟ طب اهدي بس ايه. مش انا قلتلك لما تحتاسي كده تخشي على موقع وصفات اكل عربيه هيقولك احلى طريقه للي انت عايزاه وبتكلفه اقتصاديه؟ بجد بجد. يلا بينا يلا بينا ندخل على الموقع وصفات اكل عربيه عشان تعرفي طريقه المسقعه الاقتصاديه. معاكو شيماء من موقع وصفات أكل عربية. هقولك طريقة المسقعة وبتكلفة اقتصادية وهتبقى أحلى مليون مرة من غير لحمة مفرومة. يلا بينا. يلا أقولك على المكونات: بتنجانية رومي، 2 بطاطساية متوسطة، 3 حبايات فلفل رومي، وباقي التوابل هقولك عليها واحنا بنشتغل. يلا بينا. الأول هنقطع البتنجانية سلايزز أو لو حبة مكعبات، ونرش عليها ملح ونركنها شوية عشان تنزل المية بتاعتها. هنقشر البطاطس ونقطعها صوابع أو برضو سلايزز زي ما تحبي ونحمرها. الفلفل برضو هنقطعه حتت كبيرة شوية ونحمره ونركنه. قبل ما نحمر البطاطس ونحمر الفلفل هيكون البتنجان نزل المية بتاعته. هناخد البتنجان نحمره تحميرة حلوة كده ونركنه على جنب. خلاص، تعالي بقى هاتي الطبق بتاعك وهمشي معايا. الطاجن بتاعك الحلو كده او طبق كبير، هترصي البطاطس من تحت، وبعد كده هترصي الفلفل اللي حمرناه على البطاطس، وبعد كده هترصي البتنجان اللي حمرناه فوق الفلفل. يبقى كده عملنا 3 طبقات. هي دي المسقعة؟ لسه اصبري شوية هقولك. هنجيب 3 4 فصوص توم ونقطعهم سلايز صغيرة، هنحمرهم في معلقة سمنة، ونجيب 3 طماطميات ونبشرهم ولا نضربهم في خلاط ولا نقطعهم، هنبشرهم. تمام معايا؟ المهم، بعد ما حمرنا التوم هندلق عليه معلقتين خل، وبعد كده هننزل بالطماطم اللي احنا بشرينها، وهتحطي مكعب مرقة ماجي، وهتحطي ملح وفلفل وكزبرة وكمون ونقطتين ليمون، وتسيبيها تتسبك. هتبقى احلى تسبيكه للمسقعه. معايا؟ خلاص اتسبكت. تعالي بقى هاتيها وقومي حطيها رشيها على الوش كده، غطي بيها الطبقات اللي احنا عملناها. هتديكي ريحه وطعم تحفه. اسهل طريقه مسقعه واقتصاديه وطعم ولا احلى وعلى ضمانتي. معاكي شيماء من موقع وصفات اكل عربيه. يا رب تعجبكم.